السؤال دوت اكتر سؤال ممكن تلاقيه دلوقتي الناس كلها بتتكلم عليه. هو الدولار هيغلى تاني؟ هو في ازمه اقتصاديه بجد؟ طب انا اشتغل شغلانه تانية؟ طب وانا هصرف فلوسي ازاي ولا استثمرها في ايه ولا اروح بقى اشتغل بره واقبض بالدولار والاحلام والطموحات دي؟ كل الكلام دوت مش مهم قدام ان انت لسه مش عارف ازاي تصرف فلوسك وتستثمرها وتصرفها على ايه وفين. عشان كده جبنا لك كتاب The Psychology of Money للكاتب مورجان هاوس. الكتاب دوت بيشرح لك ايه هي الفلوس وازاي تستثمرها باكتر شكل صح ليها وازاي تحطها في المكان الصح بالظبط ليها من غير ما تضيعها. الكتاب بيشرح لك انك لو انت الشخص اللي انت عايز تبين لكل الناس ان انت معاك فلوس، ده هيبقى اسرع طريق ان انت ميبقاش معاك فلوس خالص. مش معاك فلوس خالص؟ مش معاك فلوس خالص. يعني حوار ان انت تنزل تجيب موبايل ب40,000 جنيه بس تحط فيه كارت فكه ب10 جنيه ما بقاش نافع. الاحسن ان انت تستثمر ال40,000 جنيه بتوعك عشان يرجعوا لك اضعاف اضعاف اضعاف. عشان كده الكتاب بيوفر لك معلومات قيمه جدا عن توظيف اموالك وتوظيف فلوسك بالطريقه الصح وازاي تستثمرها في اماكنها المظبوطه. وبكده تكون انت عرفت ازاي تستثمر فلوسك صح قبل ما تعرف انت هتشتغل جوه مصر ولا بره مصر. وفي الاخر تفتكر هو ايه الفرق ما بين الراجل الغني والراجل الثري؟ اعرف الاجابه دي من الكتاب. كمان انت عارف انك تيجي تقدر تصور الريفيو زي ما انا صورت ريفيو بالظبط للكتاب اللي انت بتحبه. لو عايز تقعد مكاني وتصور الريفيو لكتابك المفضل، تقدر تملأ الفورم اللي هتبقى موجوده في الكابشن دوت وتقول لنا انت تقدر تيجي امتى.